إيه اللي يخلّي السعودية تستضيف نهائي كاس مصر ما بين الأهلي والزمالك؟ خلال أيام الرياضة هتشهد نهائي كاس مصر ما بين الأهلي والزمالك، واللي لأول مرة في التاريخ هيتلعب خارج الملاعب المصرية. الحدث اللي هيتكلف كتير جدًا، وده لأن السعودية أعلنت إن القمة ديّة هتكون مش عادية، إمكانيات ضخمة لنقل المباراة، 44 كاميرا ومخرج كاس العالم وأحداث وفعاليات ضخمة. شكلنا كده هنشوف نسخة هتكون مميزة جدًا، كل نادي من الناديين هياخد $100,000 بس نظير المشاركة، والنادي اللي هيكسب هياخد $850,000، حتى النادي اللي هيخسر هياخد كمان ربع مليون دولار، ده غير $30,000 للي هيتوقع نتيجة المباراة. لكن ليه السعودية بتعمل كده؟ السعودية الفترة الأخيرة واللي بتحاول تستقطب كل ما هو ناجح في مجالات معينة زي الرياضة والفن واللي بنسميها القوة الناعمة، زي الممثلين اللي بدأت تديهم الجنسية السعودية والأحداث الرياضية زي ديت اللي هي بتستضيفها حاليا، بحيث إن السعودية تكون وجهة رياضية عالمية. ومصر طبعا بتعتبر أكبر وأقدم دولة عربية، واللي طبعا قوية جدا في مجالات الفن والرياضة. استضافة حدث زي دوت بيكون مهم جدا، خاصة إن جزء كبير جدا من الوطن العربي بيتابعه، فريقين من بلد بتمثل ربع الوطن العربي لوحدها، بالإضافة طبعا للعلاقات